يا مساء الخير يا حلوين، وش اخباركم؟ شو مسوين؟ كيف الاجواء عندكم؟ anyway، مثل ما انتم شايفين، احس الاغلب راح يعرف راح اتكلم عليه. راح اتكلم عن تونر الروزماري للشعر. الفيديو ده راح اتكلم عن مشاكل الشعر وعنايتي بشعري. طبعا انا مرت فترة طويلة وأنا أعاني بشعري، يعني تقريبا جربت أشياء كثير كثير كثير، يعني ما تخطر على البال. جربت سدر، جربت حنة، جربت منتجات طبية، جربت شامبوات طبية، جربت شامبوات عادية، جربت خلطات، جربت زيوت، جربت أشياء كثير كثير لا تحصى. طبعا في الغالي وفي الرخيص. anyway، للأمانة الحل الوحيد، بدون مبالغة، تونر الروزماري للأمانة. طبعا صار لي فترة استخدمه، يمكن فترة طويلة، والله إني ناسية، سنة ممكن أو أقل من سنة. طبعا أستخدمه أرجع وقفة، أستخدمه أرجع وقفة. إيش كنت بقول بعد؟ اللي أبي أوصل له إنه أبي أقول لكم أول شيء طبيعة شعري دهنية جدا، ما عليكم من الأصوات، دهنية جدا 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 لدرجة الدهون أوقات توصل يعني لطرف الجبهة، يعني تشوفونها تلمع من الدهون. من كثر ما هو دهني أغسل شعري ما يمر يوم إلا تحسون يعني الشعر مو فريش، يعني في كذا دهون بسيطة لدرجة يعني مرة دهني. راح أتكلم لكم برضو، بما كثير قالوا لي إن الحنة والسدر تنفع. للأمانة شوفوا، ممكن أقول لكم شعر عن شعر يختلف. أنا جربت الحنة وجربت السدر، عطتني أوكي. الشعر صار فيه لمعة، يعني تحسون صار فيه مو فوليوم، صحة شوي، بس ما عطاني النتيجة اللي أنا أبغاها. أوكي، يعني صار في تساقط. تعرفون ترى الحنة صح إنها حلوة، بس ترى تسد يعني نفس الشعر، هو فيه زي المسام أو نفس الجذور هذه، فيكون تنظيفه صعب. لازم تروحون مثلا صالون تسوون تنظيف للفروة، فوقفته للأمانة. وتعرفوا الحنة يعني غسيل صعب، وما عطاني النتيجة اللي أنا أبغاها. أوكي. فصرت يعني، ورحت كنت أروح عيادات، برضو كنت أروح عيادات كثيرة، جابت لي نتيجة، بس يعني عرفت اللي أسعارهم مبالغ فيها، يعني صعبة أدفع مبلغ وقدر. يعني أوقات مثلا جلسة أو كورس مثلا ب6000 5000، لا صعبة. فكنت أبحث كثير، أبحث لين طحت اللي هو بتونر الروزماري. للأمانة هو أحسه أفضل حل ورخيص، يعني شيء إيش أقول لكم، مرة رخيص وجاب لي نتيجة. فخلاص صرت استخدمه، وكل فترة اقطعه وارجع، اقطعه وارجع، عشان ما ابغى نفس الشعر يتعود عليه. فاساسا انا اشوف انه الشعر والبشرة لما تتعود على شيء خلاص تصير نتيجة عكسية. فالافضل انه توقفون فترة بعدين ترجعون، توقفون فترة بعدين ترجعون. فاتمنى الفيديو يعجبكم، وراح الحين تشوفون الطريقة اللي راح انزلها. طيب، هذا الروزماري نشفته، غسلته وحطيته على المناديل عشان ينشف، وأبغى أحطه في الفريزر. هذا الاستخدام اللي بعدين، عرفتوا؟ لأني أجيب كميات كبيرة، مو كميات كبيرة، يعني تجي الفلينة تكفيك ممكن أكثر من استخدام. لما أحطها برا أو بالثلاجة تخرب، فأبى أجمتها وأحطها تكون في الفريزر. طبعا أخذت منها كمية بسيطة، اللي هي هذه اللي راح أستخدمها الأسبوع هذا. ما كان عندي علبة قزاز، فحطيتها نستفيد من علب الجبن. وهذا هو، بس جدا سهل. حطيت الموية الحار وسكرتها، بخليها 24 ساعة. حطيته بهذا الكيس اللي يسكر من فوق، فيه زي كذا تسكرون وتسمعون الصوت زي كذا. هذا شريته من ايكيا، فبحفظها في الفريزر عشان استخدمها مرة ثانية. طبعا مثل ما قلت لكم، هذه حطيت شوفوا تقريبا صار لها الآن 3 ساعات، ما صار لها إلى الآن يوم. حطيت كوبين موية مع الروزماري، لا تنسون موية حار وتسكرونها. فنقطة بس بضيفها لكم، لما تحطونه في البخاخ هذا،
هو أفضل شيء إنه تستخدموا نفس البخاخ ذا، تحطون نفس النبتة داخله، عرفتوا، عشان مرة يستفيد. وبرضو تغيرونه كل 4 أيام إلى 3 أو أسبوع بالكثير، إذا هو على مكيف. أنا أفضل إنه تحطونه في الثلاجة، أوكي، وكل أسبوع تغيرونه، يعني تستخدمونه وتحطونه في الثلاجة. أما إذا ما أنتم حاطينه في الثلاجة برا، بما إنه بدأ الجو يحتر الآن، يعني الصيف جاي، 3 أيام 4 أيام بالكثير وتغيرونه. أنا أسوي كمية كبيرة، أوكي، وأحطها في الثلاجة، كل ما بغيت أخذ منها. بس والله، ووصلنا آخر الفيديو. أتمنى الفيديو يعجبكم. بليز لا تنسون الاشتراك واللايك، وأشوفكم فيديو ثاني. باي.